الحمد لله ثم الحمد لله، وما توفيقنا ولا اعتصامنا إلا بالله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، فيا أيها الجمع الطيب المبارك، ما زلنا نتواصل في رحاب هذه الأيام المباركة من الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح بميت سويد التابع لإدارة أوقاف بني عبيد، تحت رعاية معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، ومعالي الدكتور صفوت نظير وكيل أول وزارة الأوقاف، ولفيف من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف. يسعدنا ويشرفنا في هذه الليلة المباركة كوكبة فاضلة من علماء وزارة الأوقاف ومن علماء الأزهر الشريف. بداية، قائد سفينة أهل القرآن في مديرية أوقاف الدقهلية، نرحب جميعا بفضيلة الدكتور العالم الجليل الشيخ عزت المتولي، رئيس قسم شؤون القرآن بمديرية أوقاف الدقهلية. نسأل الله عز وجل أن يسدد خطاه وأن يبارك لنا فيه وفي علمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأيضا نرحب جميعا عالم من علماء جامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور محمد السيد عبد الحميد والي، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف. بارك الله فيه وشرفنا ونور مسجدنا المبارك. وأيضا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. مع القارئ الجليل والزميل والصديق فضيلة الشيخ إبراهيم الرفاعي، حفظه الله ورفعه أعلى شأنه ومكانته، قارئا لنا في هذه الليلة المباركة. وخير افتتاح لهذه الليلة المباركة كتاب الله عز وجل مع فضيلة القارئ الجليل فضيلة الشيخ إبراهيم الرفاعي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. ماشي خلاص، انا هخش على الصفحه. مش هرفع على وإن تبدوا ما في
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما شفت المندوب بيقعد والمنصة تكتمل ياخد صور المنصة كاملة. ماشي. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.